السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي المحترمين. انا طالع في الفيديو ديتي عشان خاطر الناس اللي هي بتغلط في التعليقات. طيب يا اخواتي، يعني انتوا شايفين حالتي وعارفين حالتي، انا مش اول مرة اوريكم حالتي واعرض لكم حالتي. وانا لما باجي بفتح بث مباشر بوريكم الحالة بتاعتي على الطبيعة، يعني بقول لكم شوفون انا بتحرك ازاي وبقوم ازاي وعايش ازاي وساكن في بيت بالايجار، وربنا وحده يعني اللي هو يعلم بالحالة اللي احنا فيه. فيا ريت اي حد يعني يا اخواتي داخل في البث المباشر او داخل ان هو عايز يغلط فيه، يا ريت بالله عليكم بلاش. انا والله مش حمل اسية من حد ولا حمل تعليقات سلبية من حد. يعني الواحد يعذرني على اللي انا فيه، اعذروني على اللي انا فيه، انا ربنا وحده العالم بالحالة اللي انا فيه. انا لما بطلع في بث مباشر يعني بطلع ان انا بفضفض معاكم، بحكي معاكم من الهم اللي انا فيه والهم اللي شايله على كتافي. يعني تخيلوا انتوا راجل تعبان عاجز ما بيقدرش يقوم من الارض، وشفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. تمام. يعني طالع وبناشد في اهل الخير اللي يوقفوا معاي ويدعموني ويساعدوني ويشاركوا الحالة بتاعتي على قد ما يقدروا. لكن مجرد ما بفتح بث مباشر بلاقي ناس كتير بتنضغط في الحالة بتاعتي، وبلاقي ناس كتير بتسوقني في الكلام. طب ليه طيب؟ يعني انت ما جربتش لحظة من الضيقة والحيرة اللي انا فيه؟ فحرام عليكم يعني انكم انتوا تقعدوا تهينوا فيا وتغلطوا فيا. طيب ليه؟ طيب انت بدل ما تطلعها عفش طلعها زينة وربنا يديك ثواب على الكلمة اللي انت هتطلعها زينة، مش هتخسر حاجة. لكن فانا عايز كل ما افتح بث مباشر او انزلكم فيديو من الحالة بتاعتي انكم انتوا تدعموا فيها على قد ما تقدروا وتشاركوا على قد ما تقدروا، وده كله في ميزان حسناتكم، مش هتخسروا حاجة. يعني كل انسان هيقف معي وهيشارك البث المباشر بتاعي او هيشاهد الفيديوهات بتاعتي ويعلق تعليقات عليه، ده كله في ميزان حسناتكم، مش هتخسروا حاجه. لكن لما تخش انت وتقعد تشتم فيا وتقعد تقول علي انا متسول وانا شحات، طب ليه؟ انا ما غصبتكش انك انت تشاهد الفيديوهات بتاعتي ولا غصبتكش انك انت تفضل موجود معي في البث المباشر. انا بناشد في اهل الخير، اهل الطيبه اللي هم لسه بيحسوا بالناس اللي تعبانه، بيحسوا بالناس المحتاجه. وانا طالع وبناشد فيكم بقول لكم اهل الخير اقفوا جنبي، اللي يقدر يوقف جنبي يا اخواتي ويدعمني ويدعم حالتي ما يقصرش، ده كله في ميزان حسناتكم. وربنا يجازيكم كل خير يا رب ان شاء الله، وربنا يقدركم على فعل الخير جميعا يا رب. وان شاء الله ربنا يجبر بخاطركم كل انسان واقف معاي وجبر بخاطري حتى لو بالكلمه، ربنا يجبر بخاطركم. يعني انتوا شايفين، انا بصوا على الاطفال اللي معاي دي، بصوا على الاطفال اللي معاي دي، انا نفسي ربنا يكرمني واعيشهم مستورين مرتاحين، ما اخليهمش ينزلوا لحد ولا يمدوا يدهم لحد. يعني انت ما جربتش انك انت في اي لحظه ان الباب يتقفل عليك من بره؟ ليه طب تقفل الباب؟ لانه الواحد مش قادر يتحمل انه ده جاي طالب وده جاي طالب بايجار بيت ودين علي، وانا فوق ده كله علي قضيه محكوم علي فيها بالحبس. يعني كل اللي انا طالبه منكم تقفوا جنبي وتساعدوني ان انا ارجع، حتى ان انا ابقى اسدد الدين اللي علي، ارضى ان انا حتى اوفي جزء من الدين اللي علي، وده كله في ميزان حسناتكم. ويا ريت بالله عليكم بلاش التعليقات السلبيه، عشان انا والله نفسيتي بتتعب، نفسيتي بتتعب. ويا ريت على قد ما تقدروا انكم انتوا تدعموا على قد ما تقدر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.